ظلت عامرة بساكنيها من كهنة الهرم لفترة طويلة. عثر بتري في خرائبها على بعض الآثار، ومن بينها مجموعة هامة من أوراق البردي تعرف منذ اكتشافها باسم برديات كاهون، لأنه الاسم اللي أطلقه بتري خطأ على المنطقة، ما كانش بينطق الاسم المظبوط اللي هو اللاهون. زالت عن الهرم الكسوة الخارجية، لم يبقى ظاهرا منه الآن إلا كومة من الحطب. على مقربة من هذا الهرم توجد جبانة كبيرة فيها مقبرة لمهندس الهرم اسمه NP. في الجهة الجنوبية من الهرم هنلاقي صف 9 مصاطب حجرية كانت مقابر لأفراد من العائلة المالكة، من بينها مقبرة الأميرة سات حتحور أنت. عثرت عليها بعثة الآثار البريطانية، وجدت فيها عام 1920 وجدتها داخل فجوة في أحد جدرانها الصخرية صندوق مملوء بالحلى الذهبية، والحلى دي متوزعة الآن بين متحف المتروبوليتان في نيويورك والمتحف المصري بالقاهرة. كل القطع اللي موجودة في متحف المتروبوليتان أتمنى إنها ترجع في يوم من الأيام إلى مصر وتتعرض في المتحف المصري، وبتعتبر من أهم مجموعات الحلى اللي عثر عليها في مصر. في صديق ليا بيقول لي: لقد كنت أحترق بسبب دينك بينما أنت جئت تلومني على رائحة الرماد. طب أنا مسيحي، إيه علاقة الموضوع دون بيا بالطريقة الشخصية؟ ده السؤال الأول. تاني حاجة، أنا ما بتكلمش في الدين، وكررت كده أكتر من مرة وفي كل بث مباشر. الدين ما هواش محور حديثي. احنا دلوقتي هنتكلم على سنوسرت الثالث ابن سنوسرت الثاني، يعني برضه من ملوك الأسرة ال12. لم تتح له الفرصة علشان يشارك والده في الحكم. حكم مصر فترة وصلت ل35 عام، استطاع فيها انه يقضي نهائيا على نفوذ حكام الأقاليم بعد أن زادت ثروتهم ونفوذهم، جردهم من ألقابهم واللي كانت متوارثة ليهم من بعدهم، وعراهم من مزاياهم. أصبحوا موظفين لا أكثر ولا أقل، وبهذا عادت لمصر هيبة الملك الحاكم وقدسيته. بذل سنوسرت الثالث جهد كبير علشان يؤكد سلطانه في النوبة. قام بعد ما مهد بشق قناة في صخور الجندل الأول هناك، قام ب4 حملات تأديبية لسحق بلاد كوش. انتهت الحملات دي بضم النوبة نهائيا. أصبحت بلدة سمنة جنوبي الجندل الثاني بتمثل حدود مصر الجنوبية. أطلق على قلعة سمنة الموجودة هناك، واللي أتمنى
إن الناس تعدي ورا النيل وتزور الأربع معابد اسم قوى الملك خا رع. يعني احنا بنتكلم بعد السد. هو اسم العرش للملك سنوسرت الثالث. أصبحت وهي وقلعة قمة المقابلة ليها على الضفة الشرقية تتحكمان في الممرات النهرية والبرية على حدود مصر الجنوبية، وعلى لوحة تعرف اصطلاحا بلوحة الحدود أصدر مرسوما في العام 8 من حكمه يمنع أهالي النوبة جنوبي منطقة سمنة إن هم يتخطوها شمالا إلا إذا أتوا للتجارة أو بسبب عمل مشروع. كان على الدوريات المقيمة هناك بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للقبائل في هذه المنطقة. ختم مرسومه بقوله إن آية من أبنائي يحافظ على هذه الحدود إلا أقرها جلالتي فإنه ابني وولد مني. أما من يدمرها ويفشل في الحفاظ عليها فليس ابنا لي ولم يولد لي. هي دي مصر الحقيقية. نعلم إن الملك تحتمس الثالث واحد من ملوك الأسرة 18 اعتبر الملك سنوسرت الثالث إلها حاميا لمنطقة النوبة، ذلك بعد أن شاهد كل ما قام به من أعمال هناك. أما في الشمال الشرقي قام سنوسرت أيضا بحملات علشان يعزز سلطان مصر سواء في فلسطين أو في سوريا. مات سنوسرت الثالث بعد ما شيد هرمه في دهشور. في صديق لينا بعت لنا الدعاء لا يهزم أعداء ولا يحرر أوطان. مش عارف تقصد بإيه، إنما أهم الدعاءات القائمة دلوقتي أعتقد إنها لنصرة فلسطين، فأنا معرفش أنت تقصد إيه الحقيقة. سنوسرت الثالث كتمثال هو ده محور حديثنا. كانت تماثيل أغلب ملوك الأسرة 12 تمثل الملك بصفته راعي مسؤول عن رعيته. ظهرت المسؤولية على تماثيل بعض ملوك الأسرة دي، حفرت خطوطها العميقة على وجوههم بعكس ملوك الأسرة الرابعة اللي ظهرت تماثيلهم تعكس نظرية ألوهية الملك وقدسيته. يبدو ده واضحا على الوجوه الجادة في تماثيل الملك سنوسرت، واللي قد تدل على أنه كان بيمتلك شخصية عسكرية قوية الإرادة. أبقى الزمن لينا على مجموعة من التماثيل في أغلب مراحل حياته، وده تجديد لم يعرف من قبل. لم يجرؤ مثال في عصر الدولة القديمة إنه ينحت تمثالا لملك في مرحلة من العمر خلاف المرحلة اللي بيتمتع فيها الملك بكامل قواه